طيب خليني انا اسمع بقى وجهة نظرك في حتة ازاي انكد على مديري وما حدش يمسك عليك اي غلطة. هقول لك على حاجه، بس هو في الاول لو انا النهارده داخل بفكر ان انا ازاي انكد على مديري، فهي بيئه سامه خلاص، يعني مش هينفع نكمل مع بعض. الافضل انه انا اخد بعضي واشوف شغل تاني او اداره تانيه، يا جوه الشركه يا بره الشركه. لكن لو عايزه تعرفي الاجابه النموذجيه ازاي انكد على مديري من غير الشركه ما تمسك عليا غلطه، هقول لك على شويه حاجات زي ما انت ما قلتي. برضو فكره انه اصدر ليه المشاكل، خدش قرار. عندي اجتماعات اخده معايا في كل الاجتماعات دي، ابدا ارهقه انه هو كانه بيشتغل الشغلانه وانا النهارده اللي ببصيله الشغلانه. اول ما المدير يسيب التاسكس بتاعته او الحاجات اللي المفروض يعملها علشان يساعد موظف، غصب عنه بينجرف معاه وبيبدا يعمل الشغل بتاعه. لو هو مش راضي عن الكواليتي بتاعتي، تعالى علمني. لو مش راضي عن ادائي مع العملاء، تعالى وريني. فابدا استنزفه. هي بتبقى حرب استنزاف. باخد، هو الراجل ده المفروض بيشتغل مثلا 8 ساعات، انا نصيبي منهم حوالي 3 4 ساعات. تخيلي لو انا عملت فيكي كده كل يوم، انت بعد اسبوع خدت وقتي كله. بالظبط مش هنعرف نكمل مع بعض. وفي نفس الوقت الشركه ما ينفعش تقول لي عمرو انت ليه بتاخد مديرك معاك؟ ايوه عشان محتاجه، لانه الموقف صعب، لانه العميل ده كان محتاج يشوف. على فكره وممكن اخلي العميل يطلب يقابل مديري، والعميل ده يقابل مديري، والعميل ده يقابل بالمديري. طبعا ده بيعود بالسلب عليا، لكن قدام الشركه انا مش غلطان.